شفنا قبل كده تحديات للأوف رود في الطين وفي التلج، لكن ما شفناش قبل كده تحديات في الرمل. والرمل أكتر حاجة بتهمنا في الوطن العربي، لأن أغلب الوطن العربي عبارة عن صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. النهاردة معانا مجموعة مختلفة شوية من العربيات اللي ما شفناش قبل كده، منهم السيارة ذات $200,000 وهي البنتلي بنتيجا، ومعانا كمان شوية سيارات صينية من اللي الناس دايما بتسأل عليها، وكأن الصيني بقى وجبة يومية مفروضة علينا. بس خلينا نشوف. بيبتدوا التحدي بأن هم بيخشوا في عائق مائي عشان يوصلوا للمنطقة اللي المفروض ان هو يبقى فيها التحدي أصلا. هو العائق طبعا ضعيف جدا، لا يقارن بأي حاجة شفناها قبل كده، وأغلب العربيات هتعدي فيها بمنتهى السلاسة، من ضمنها البنتيجا والتانك الصينية، وعربيات معانا من أودي برضو بس عربيات سيدان عادية ومش أوف رود، وعربيات موديلها قديم شوية، ومعانا برضو المازدا CX-5. المهم ان العربيات بتعدي من المنطقة دي زي ما انا قلت بدون اي مشاكل، لانها عائق مائي مش قد كده. نيجي بقى للمنطقة اللي هيبقى فيها التحدي، وهي المنطقة دي منطقة رملية صعبة جدا، لان مستوى الرمل فيها عالي وناعم جدا. اول عربية بتبتدي معانا وهي التانك الصينية، اللي الحقيقة لحد دلوقتي نجحت تقريبا في كل الاختبارات. في حاجات بسيطة هربت منها، بس بشكل عام العربية دي أدت أداء ينطبق على اسمها، والحقيقة ان هي كملت لحد آخر المطلع، ما وقفتش في أي حاجة. بتخش بعدها ذات $200,000. وليه مصمم أقول سعرها؟ لأن العربية دي محدش يتخيل إنها ممكن تخش تحديات من النوع ده، ومع ذلك العربية أم $200,000 دي بتيجي في الآخر وبتخستع، وبيبقى شكلها وحش جدا، وعشان كده صاحبها بيقرر إن هو يخش تاني. ما أنا مش دافع الفلوس دي كلها عشان تيجي في الآخر والعربية تخيب كده، هقعد أندب على حظي وعلى فلوسي اللي أنا صرفتها. الحقيقة ان العربية بتفضل ماشية كويس جدا، بس بتيجي في اخر منطقة هي اللي بتواجه فيها المشاكل. اي نعم هي تقريبا وصلت لحد الاخر، بس مش للاخر قوي، مشيها انها نجحت. بتخش بعد كده جريت وول باور، ودي تاني عربية صينية معانا النهاردة، والحقيقة ان العربية دي من العربيات اللي بيشهد ليها برضو انها عربية قوية جدا، وهنشوف النهاردة في التحديات ادائها هيبقى عامل ازاي. الحقيقة ان هي جت برضو في الاخر وخستعت شوية، بس على الاقل ما وقفتش في النص. بتيجي بعد كده العربية اللي أنا مش محتاج إن أنا أعلق عليها. العربية دي أنت بتتفرج عليها في صمت وهدوء، وبتبقى عارف النتيجة من قبل أصلا ما تبتدي، النجاح. هتقولي بطبل بقى ولا مش بطبل؟ مش دي العربية اللي محتاجة تطبيل. نيجي بعد كده للمازدا CX-5. المازدا برضو من العربيات اللي أثبتت نفسها سواء في اختبارات الأمان أو في اختبارات الأوف رود، والحقيقة أن العربية شرسة جدا وقوية جدا وعدت جدا. بتيجي بعد كده معشوقة الجماهير التويوتا برادو، العربية اللي الكل متوقع انها هتعدي. لا، ما انت ما تخيبش ظن الناس فيك، هيفتكروا ان انا متآمر وبجيب بس الاختبارات اللي بتفشل. ما علينا، تعالوا بقى نشوف الكوميديا السوداء في هذا الفيديو، وهي العربية الأودي الأول رود اللي هي موديل تقريبا 2010. الحقيقة ان العربية موديل قديم جدا، وكمان تقريبا صاحبها مهبط العربية، يعني مقلل ارتفاعها، فانا مش عارف هو جاي الاختبار ده يعمل ايه. منظرها يضحك وهم بيزقوها عشان بس توصل للنقطة اللي تبتدي فيها الاختبار، ويا ريت حتى عارفة توصل للنقطة دي، إلا كل مرة بيرجع ويطلع تاني، قال يعني عشان ياخد دفعة ويخش لقدام. الحقيقة ان الموضوع كان كوميدي جدا، لدرجة ان الاكسدام بتاع العربية وهو بيرجع اتخلع. بتخش بعد كده التيجوان. اوفرول التيجوان عملت اختبارات كويسة، بس تعالوا نشوف في الرملة بقى هتبقى كويسة برضو ولا لا. تحس ان اختبار الرملة ده اختبار مش اوروبي شوية، وعشان كده التيجوان خستعت برضو فيه. بنيجي بعد كده للبطة الجريئة المشهورة بX5، العربية اللي الناس كتير متحمسة لها ومعتقدة ان هي عربية قوية، ولكن في الحقيقة BMW لم تصنع اي سيارة تصلح للأوفرود، وده كلام محبيها قبل ما يكون كلامي، وكل الاختبارات بتقول كده. اول مرة فشل وبيحاول تاني مرة، والحقيقة انه حتى في تاني مرة تقريبا عمل زي الأودي الأول رود. وهنا بقى بيطلبوا الإسعاف، وحياتكم ابعتوا لنا ونش عشان العربية فيصت منا. نخش بقى الاختبار اللي بعده، وهو اختبار صعود التلة، والتلة برضو رملية، وأول عربية هي الباور. الحقيقة ان هي دخلت دخلة بطيئة شوية، كان في ثقة زيادة، تقريبا واكل اندومي والثقة عليت عنه بسبب الوجبة دي، والحقيقة ان هو فشل واضطر ان هو يخش تاني، وتاني مرة احترم نفسه ودخل بقوة، وعشان كده قدر ينجح. بتخش بعد كده البنتيجا ذات $200,000. انا عارف ان الرقم ممكن ما يكونش كبير قوي، بس انا زي ما قلت العربية دي مش مخصصة للكلام ده، ومع ذلك بتنجح. بتخش بعد كده التانك، بتفرم المطلع، تانك يعني مش اي كلام، حتى صاحبها بيقول لهم شوفوا لي حاجة اصعب من كده يا جماعة. بعد كده بتخش الجي كلاس، بتتهادى على المطلع، مش محتاجة ان هي تخش بقوة اصلا، اي سرعة هتخش المطلع عليها هتقدر تطلع. الCX-5
نفس القصة، عربيات محترمة جدا الحقيقة. بما ان البرادو فشلت فجابوا مكانها اللكزس اللي هي تقريبا النسخة الأغلى منها، والحقيقة ان هي برضو عانت شوية، لا نقدر نقول ان هي عانت قوي. طبعا انا متحامل على تويوتا زي ما انتوا عارفين. ودي كانت الاختبارات بتاعت النهاردة، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. في رأيكم ايه افضل عربية شفتوها في عربيات النهاردة، وايه اكتر عربية خيبت ظنكم فيها؟